يا رب يا رب، اعمل ايه بس واتصرف ازاي؟ ايه ده يا مصطفى؟ هو ده اللي انا سامعها ايه ولا ايه؟ معقول هو انت بتكلم نفسك؟ بقول لك ايه، سيبيني باللي انا فيها سماح، سيبيني الوقت. في إيه يا مصطفى؟ مالك؟ قول لي ايه اللي حصل. سماح، انا قلت لك ما تضايقنيش، انا مخنوق لحد اخري، سيبيني الوقت. طب عرفني يا مصطفى بس ايه اللي حصل. الشغل يا سماح، الشغل واقف على فلوس، وانا ما معيش ومش عارف اتصرف منين. ورحت لكذا واحد صاحبي ان استلف منهم فلوس، اتهربوا مني وقالوا لي معلش احنا مزنوقين احنا كمان، وما معاهمش فلوس. طب وانت ايه اللي زنقك كده يا مصطفى؟ ما انت كنت ماشي كويس والحمد لله. اهو اللي حصل يا سماح، اخدت الفلوس بتاعت البضاعة، اديتها الناس تانيين، على اساس البضاعة اللي هتجيلي لسه هتتأخر وقدامها وقت، لقيت ان البضاعة جاهزة وموجودة وواقفة على فلوس وما عدتش عارف اعمل ايه. والله يا مصطفى وانا كمان مانيش عارفه اقول لك ايه. لو عندي حل كنت قلته لك. طب بقول لك ايه يا سماح، ما عندكيش حد يسلفني الفلوس؟ مين يا مصطفى؟ مين اللي هيسلف مبلغ كبير زي اللي انت عاوزه؟ المبلغ مش كبير ولا حاجة يا سماح، دول هم 10,000 جنيه بس. ولو حتى كده برضه يا مصطفى انت عارف ان الدنيا غاليه، وكل واحد بيحافظ على قرشه معاه. معلش يا سماح، انا ما قداميش غيرك، شوفي لي اي حد من صحباتك في الشغل، قولي لاي حد يا سماح معلش اتصرفي، اي حد من زمايلك هيجيب لي الفلوس قولي له شهر واحد بس، شهر وباذن الله يرجعها تاني. ماشي يا مصطفى، بكره هشوف ربنا يحلها. هشوف اي حد يسلفني. مع ان عارفه يا مصطفى ان الزمن اللي احنا فيه ده محدش بيسلف حد. معلش يا سماح، باذن الله ربنا يكرمنا ونلاقي حد يسلفنا. ماشي يا مصطفى، ربنا يسهلها. يلا بقى قوم عشان ناكل. ماليش نفسي يا سماح، سيبيني الوقت. خلاص يا مصطفى ما تشيلش هم، بكره باذن الله اقول اي حد من صحابي. يلا بقى قوم كل ربنا يفرجها، قوم ما تزعلش نفسك. ماشي يا سماح، روح انت وانا جاي وراك. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب، يا رب والنبي يا رب حلها من عندك. يكسوفك يا سماح. هتروحي تقولي لها إيه بس؟ الله يسامحك يا مصطفى. على طول حاططني في مواقف محرجه. صباح الخير يا علا. صباح الخير يا سماح، عامله ايه؟ وولادك عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كلنا كويسين. انت اللي عامله ايه؟ انا كويسه بقولك الحمد لله. في ايه يا سماح؟ مالك عماله تعدي في الكلام يعني؟ انا عارفاكي اكيد في حاجه عاوزه تقوليها لي. اصل بصراحه يا علا انا جايه لك وقصدك في خدمه. خدمه ايه يا حبيبتي؟ عايزه تستأذني بدر النهارده ولا ايه؟ لا لا لا، هي حاجه ملهاش علاقه بالشغل يا علا. ما تقولي يا سماح في ايه؟ ده احنا اصحاب. بصراحه انا كنت عاوزه 10,000 جنيه سلف. ياه المبلغ الكبير ده قوي، هتعملي بيه ايه؟ لا ما هو مش ليا. لا امال لمين يا سماح؟ بصراحه لجوزي. مزنوق شويه في الشغل، وقال لي ان انا اشوف من اي واحده صاحبتي، وانا ماليش غيرك ان انا اطلب منه. وانت عايزه كام يا سماح؟ 10,000 جنيه لمده شهر بس يا علا. مش هيزيد عن الشهر يوم واحد. طيب يا حبيبتي وماله، هديهم لك مفيش مشكله. بس انا ليا شرط. خير يا علا؟ انا طبعا لازم اضمن حقي، صح ولا لا؟ اه طبعا صح. طيب خلاص انت تخلي جوزك يكلمني، وهو اللي يطلب مني الفلوس، عشان يبقى معايا ضمان من حد تاني. طيب يا علا وماله، مفيش اي مشكلة. انا هخليه يتصل بيكي، طالما دي الحاجة اللي هتخليكي مطمنة. طيب يا حبيبتي، انا بجد مش عارفة اشكرك ولا اقولك ايه يا علا. كتر الف خيرك يا علا. لا يا حبيبتي على ايه؟ احنا طول عمرنا اصحاب واخوات. ربنا يخليكي ليا يا رب. طبعا اذنك هروح اشوف شغلي. طيب يا حبيبتي. مساء الخير يا مصطفى. مساء النور يا سماح، ايه طمنيني، اديتك الفلوس؟ اه اديتها له، مش انت كلمتها وقلت لها ان الفلوس هترجعها لها بعد شهر بالظبط؟ اه والله، انت اول ما اديتني الرقم اتصلت بيها على طول، وقعدت اشكر فيها واقول لها معلش هتاخر عليك في الفلوس وكتر خيرك، لقيتها بتقولي طب انا هبعتهم لك مع سماح. ايوه فعلا بعتتهم معايا. اهم معاهم يا مصطفى، اتفضل خدهم. بس باين عليها طيبة قوي صاحبتك دي، وبنت حلال كمان. اه يا مصطفى هي فعلا طيبة، بس انا اتضايقت منها اول لما قالت لي خلي جوزك يكلمني، عشان محتاجة ضامن. يعني معقول هي ماهيش ضمناني؟ لا يا سماح طبعا هي ما بتتحسبش كده، انت نسيتي لما قلت لي ان كل واحد بيخاف على فلوسه. ايوه فعلا عندك حق. وهي كمان من حقها تخاف على فلوسها، خصوصا ان هي كمان ماهيش متجوزة ومعاها ولادها. يعني لازم تحافظ على فلوسها، واكيد بتحتاج كل قرش عشانه. طيب يا ست، اهو سبب اهو يخليها تحافظ على كل مليم معاها، يعني كتر خيرها ان هي سلفتنا اصلا. ايوه صح يا مصطفى. طب ايه في ايه، مش هناكل النهارده ولا ايه؟ يلا اصل انا جعان قوي، عشان بعد ما هاكل ان شاء الله اروح ادي للناس الفلوس. حاضر يا مصطفى. لا انا مش سامع صوت العيال، هم فين؟
جم من المدرسة ودخلوا يناموا شوية. ماشي يا مصطفى، انا هحضر الاكل واصحيهم واناديلك. ماشي، بس ما تتأخريش لأن أنا عصافير بطني بتزوزو. حاضر يا مصطفى. هلا هي سماح ماشي هنا ولا إيه؟ معقولة لسه ما جاتش من الشغل؟ يلا مش مشكلة، استناه وخلاص على بال ما تيجي. ايه ده؟ ايه الرقم الغريب اللي بيكلمني ده؟ الو. استاذ مصطفى معايا؟ ايوه انا مصطفى، مين معايا؟ انا علا صاحبة سماح في الشغل. ايه ده؟ معقول؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. بص بصراحة انا بتصل بيك عشان اشكرك، عشان حضرتك رجعتلي الفلوس في ميعادها. اصل في ناس بتستلف فلوس وبتدوخ الواحد على بال ما ترجعها. لا لا، معقول؟ انا راجل ملتزم بكلمتي. طالما انا قلت لحضرتك ان انا ارجعهم لك بعد شهر يبقى شهر، كلمة واحدة. وبعدين يا استاذ مصطفى لو احتجت اي حاجة اي فلوس سلف ابقى قولي، احسن مراتك تكون مكسوفة مني ولا حاجة. بجد ربنا يخليكي، متشكر ليكي اوي اوي اوي. لا العفو، ازاي انت تؤمر يا استاذ مصطفى. اصلا انا بلاحظ على سماح كده ساعات انها بتتكسف وعندها خجل. والله هي مع الناس اللي بره انما في البيت حاجة تانية. ازاي يعني؟ مش فاهمة قصدك. قصدي ان سماح لو بتهتم بيتها زي ما بتهتم كده بشغلها ما كانش حصل مشاكل بينه وما بينها. ليه هي سماح ما بتهتمش بحضرتك انت والاولاد؟ لا، هي بحق ربنا من جهة العيال هي بتهتم بالعيال، لكن للأسف ما بتهتمش بيا أنا. وأهم حاجة عندها شغلها والعيال بس، لكن أنا مش مهم. لا لا لا، معقولة يا استاذ مصطفى؟ اوعى تقول كده، ده سماح طيبة جدا. بس اكيد هي من ضغط الشغل عليها بس، اصل المدير بتاعنا صعب قوي. لا، إذا كان كده أسامح عشان خاطرك أنت. ربنا يخليك، وحضرتك ذوق قوي يا استاذ مصطفى. ده حضرتك اللي أحسن والله. متشكرة ومع السلامة يا استاذ مصطفى. اه وده رقم يبقى سجله عندك. حاضر طبعا، هو التليفون يطول. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى، مع السلامة. مع السلامة يا قمر. أيوة يا واد يا مصطفى، شكلك رجعت زي زمان. والستات والبنات تقع فيك من إيه؟ من صوتك بس. ولا إيه صحيح، هي الزفتة سماح فين لحد دلوقتي؟ ايه ده سماح؟ انت إيه اللي منيمك هنا على الكنبه؟ يا سماح يا سماح. ايوه يا مصطفى انا موجودة اهو. انت ايه اللي منيمك هنا يا سماح على الكنبه؟ اصل انا كنت قاعدة كده يا مصطفى لقيت نفسي نمت، ما دريتش بنفسي، وانا كنت قاعدة مستناك عشان احضر لك الاكل. لا لا، قومي نام انت يا سماح. ليه يا مصطفى، وانت مش هتاكل ولا ايه؟ لا خلاص يا سماح، الناس صاحبي جابوا سندوتشات وانا اكلت معاهم. ليه كده يا مصطفى؟ لقمة البيت انضف من السندوتشات. خلاص يا حبيبتي، اللي حصل بقى. طيب يا حبيبي يلا بقى خش غير هدومك عشان تنام لك شوية ترتاح. خش انت بس يا سماح وانا شويه هاجي وراك. طيب يا حبيبي انا كنت عاملة عصير موجود في التلاجة، ابقى خد لك شوية. ماشي يا حبيبتي، متشكر قوي. العفو يا حبيبي، على ايه؟ عصير؟ عصير ايه ده؟ انا شارب احلى عصير وواكل احلى اكل. البت عليا داتي عندها استعداد تخرج اي حد من المود بتاعه. بتسعد الواحد، بتفرفشني بصراحة. أنا شكلي كده مش هقدر أستغنى عنك يا علا ولا إيه؟ يلا بكرة هيحلها الحلال. عارفة يا علا، أنا استريحت لك أوي وبرتاح معاكي في الكلام أوي. وبصراحة ومن الآخر أنا حبيتك أوي يا علا. وانا كمان يا مصطفى بستريح معاك في الكلام، وبصراحة انت ابن حلال. بقولك إيه يا علا، تقبلي تتجوزيني؟ ايه ده؟ اتجوزك يا مصطفى؟ طب وسماح؟ وهي مالها سماح؟ ما هي سماح في بيتها ومع عيالها وقاعدة واخدة كل حاجة. والله يا مصطفى وانا كمان بقيت احبك قوي، وما اقدرش استغنى عنك، وكمان انا هساعدك في مصاريف الجواز. وأنا هأجر لك شقة يا علا وهنعيش مع بعض فيها. طب خلاص، طالما أنا وأنت متفاهمين أوي كده يبقى خلاص بإذن الله نتجوز وقريب جدا كمان. طب بقول لك يا مصطفى سيبني افكر شوية. هتفكري في ايه تاني؟ معلش يا مصطفى اديني فرصة افكر. طب خلاص يا حبيبتي، خدي وقتك وانا معاكي. ماشي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. مع السلامة. اعمل ايه؟ اوافق ولا ارفض؟ انا بصراحة بحبه قوي، وبصراحة انا ما صدقت ان هو قال عاوز يتجوزني. انتوا رأيكم ايه؟ اظن ان ما فيهاش حاجة غلط ولا عيب ولا حرام، وبعدين ده شرع ربنا ومحدش ليه عند حاجة. انا كده اكيد ما عملتش حاجة غلط مع سماح ولا غدرت بيها، هي اللي مقصرة من ناحيته، وفعلا كل همها البيت والعيال والشغل. انا مش عارفة والله انا اعمل ايه. انا خلاص انا بحبه وهو بيحبني، ومش قادرين ان احنا نستغنى عن بعض.
هل كده يبقى انا غدرت بسماح وعملت حاجة غلط؟ بصراحة أنا ما شفتش بجاحة كده، بس هقولك على حاجة، هو مصطفى شبهك، لأنه غدار ما تمرش فيه الست اللي عايشة معاه بما يرضي الله، الست اللي بتشتغل وبتساعده في مصاريف البيت. خلي بالك انت لو ما كانش معاكي فلوس قسما بالله ما كان بصلك، لكن هو عارف ان انت هتسد مكانه. لا وكمان قلت له ان انت هتساعديه في مصاريف الجواز، يعني مش بيحبك ولا حاجة. وبالنسبة بقى لسماح، انت غدارة غدارة وخنت العيش والملح اللي اكلتيه مع صاحبتك. ليه تعملي فيها كده؟ هي ترضى تعمل فيكي كده؟ لا طبعا، لان هي متربية وبنت اصول ومحترمة. كانت عرفتك من الاول لما انت قلت لها اديني رقم جوزك عشان يكلمني، كانت المفروض قالت لك الله الغني. لكن ان هي تعمل كده دليل على انها طيبة وساذجة. اتقي الله، اتقي الله وما تخربيش بيتها. ده عندها عيال وانت بتجني على عيالك، يمكن بعد كده طليقك يرجعك وساعتها برضه تلم عيالك. ما بينك وما بين جوزك بصراحة أنا ما شفتش كده، ما شفتش الغدر بالطريقة ديت. واللي مستغربها أكتر إن أنت اللي بعتها تاخدي رأينا. بتاخدي رأينا في إيه؟ معلش بقى أنا آسفة، أنت بيجي أوي. ودلوقتي أنا ما بتكلمش من ناحية الشرع، لأن من ناحية الشرع أكيد في ناس من المتابعين هيقولوا لك لا عيب ولا حرام، بس في حاجة اسمها إنسانية، وأظن إن أنت ما تعرفيش حاجة عن الإنسانية. وعامة أنا قدمت القصة اللي أنت حكيتيها، والمتابعين هم اللي هيقولولك، مع إن أنا واثقة أوي هيقولولك ويردوا عليك إيه. وهتابع التعليق تعليق تعليق، عشان بجد أنت هتستحق كل كلمة هم يقولوها لك. يا شيخة ده حتى المثل بيقول من أملك لم تخونه ولو كنت خاين. عامة يا جماعة قولولها رأيكم وبصراحة. وبعد ما خلصنا حكايتنا النهاردة، لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل، وما تبخلش عليا باللايك يا احلى متابعين في الدنيا.